عمري ما شفت حد محافظ على سورة البقرة إلا وحرفيا عنده سعة في الرزق وطمأنينة غير عادية وراحة بال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو انت لسه اول مرة تشوفني وعجبك الفيديو انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. المواظبة على سورة البقرة، ويا سلام لو هتختمها يوميا. طيب وايه السبب يعني؟ واشمعنى سورة البقرة؟ بسيطة قوي. مبدئيا كده هتشوف العجب في حياتك والله، ومش كلام وعن تجربة. لو دايما قلقان من اي حاجة تحصل او هتحصل في المستقبل، وده بيكون غصب عننا كلنا، بيكون عندنا الشعور ده، بيتبدل شعور القلق ده باطمئنان فوق الخيال والله. لو قلبك متعلق باي حاجة دنيوية غصب عننا برضو بمواظبتك عليها، قلبك هيبقى متعلق بالله وحده لا غير. بتدفع عنك الشيطان ووسواس الشيطان، وبتكون محصن من اي اذى سواء سحر او حسد او مرض حتى. ربنا هينور بصيرتك وهيخليك تشوف كل حاجة باحساسك في اي موضوع شاغل تفكيرك، وازاي تتعامل معاه بطريقة صحيحة. لو مخنوق وفتحت المصحف علشان تقرأ فيها، فجأة هتلاقي جبل هموم وانزاح من على صدرك، والله مش كلام وخلاص، ده بجد. هتلاقي استجابة لدعائك بشكل سريع جدا جدا، ويقينك بربنا هيزيد قوي. بتخلي الرزق بيكون اوسع بشكل رهيب جدا، لدرجة ان ممكن تكون في حاجة نفسك فيها من غير ما تدعي بيها حتى، وفجأة تلاقي بين ايديك من حيث لا تدري كده. هتخلي عندك شوق اصلا في انك تزود عباداتك وطاعتك لربنا باي شكل من الاشكال، سواء بقى صدقة، ذكر، جبران خواطر وغيرهم. من الاخر كده هتتحول من عبد مسلم لعبد محسن باذن الله. عمري ما شفت حد محافظ على سورة البقرة الا وحرفيا عنده سعة في الرزق وطمأنينة غير عادية وراحة بال. قراءة سورة البقرة ما بتاخدش اكتر من ساعة، ولو بتقرأها باستمرار هتاخد معاك 35 دقيقة او 40 دقيقة بالكتير. المحافظة عليها بتخلي عندك طمأنينة غير عادية وسكينة وانشراح في الصدر، وبتلاقي خشوع في الصلاة غير عادي، وغالبا مفيش دعوة فيها خير ليك الا بتستجاب. فيها تحصيل لنفسك غير عادي من الحسد والسحر والاكتئاب. الكلام ده حصل مع ناس كتير كانت محافظة عليها، فحافظوا عليها وهتلاقي في حياتكم معجزات، وهتخلي كل حاجة في حياتكم كلها بركة. الناس اللي بتشتكي من الحسد او السحر تواظب عليها، الناس اللي بتشتكي من قلة البركة تواظب عليها. طيب يعني اشمعنى سورة البقرة بالذات وايه السر فيها؟ حلو، ده اجابة سؤالك اهي يا سيدي. سورة البقرة فيها 6 ايات بينتهوا بانه على كل شيء قدير. ممكن بعد كل آية من دول تدعي ربك فيهم بالشيء اللي نفسك فيه، وانت بتستشهد ربنا عز وجل على قدرته اللي ذكرها في كتابه، وان شاء الله الدعاء مستجاب. سورة البقرة فيها كمية آيات تجلي لله عز وجل كبيرة قوي، واعظمهم آية الكرسي طبعا اللي هي اعظم آية في القرآن الكريم. سورة البقرة فيها الآية 186: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عايز ايه تاني حلاوة اكتر من كده؟ ما سابتش ركن من اركان الاسلام غير وكان مذكور فيه شوية تفاصيل عنه، سواء كان عن التوحيد بالله ولا عن الصلوات طبعا والحفاظ عليها، الله يهدينا اليه. غير كمان ان رسولنا الكريم وصانا وقال في اخذها بركة.